تجمع البريكس، هو احنا قدام نظام اقتصادي عالمي جديد ولا خلاص هيمنة الدولار هتبتدي تنتهي قصاد العملات التانية؟ طب مصر ممكن تكون عضو في مجموعة البريكس خلال الفترة اللي جاية؟ ولو مصر انضمت للبريكس هل احنا هنستفيد حاجة منهم؟ تعالوا نعرف التفاصيل في حلقة النهاردة. انا علي الإدريسي وده برنامجكم الخبير الاقتصادي. خليني في البداية احكي لك الموضوع من الأول. بص يا سيدي، في بداية التسعينات سيطرت أمريكا على النظام الاقتصادي العالمي، وده من خلال منظومة العولمة وسيطرة النظام الرأسمالي، وكون الدولار هو العملة المعيارية اللي بيتقاس عليها قيمة العملات، لكن ده ما قدرش يمنع الصراع من دول رافضة لهيمنة أمريكا والغرب. وفي مطلع الألفية الثالثة لقينا أمريكا والغرب زعلانين من سلوك روسيا والصين بسبب صناديقهم السيادية اللي بتتوسع استثماراتها في كل دول العالم بما فيهم أمريكا ذات نفسها. ومن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كان في حركة ملموسة من قبل بعض الدول على رأسهم الصين وروسيا للعمل على تغيير قواعد اللعب، ووجود نظام اقتصادي عالمي مش محسوب بس على أمريكا والغرب، ولكن يبقى في نوع من أنواع التوازن. عشان كده بقى في اتجاه لتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية بين بعض الدول، وعلى رأسهم الصين وروسيا وبعض الدول الآسيوية الأخرى. وفي المقابل بدأت أمريكا والغرب يهاجموا الصين بسبب إصرارهم على تخفيض قيمة عملتهم قصاد العملات الأجنبية الأخرى، ودي حركة يمكن بشكل كبير الصين ابتدت إن هي تدي لنفسها ميزة تنافسية غير مستحقة في مجال الصادرات. والحركة دي من أهم أسباب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا في 2018، واللي كانت بسبب حقوق الملكية الفكرية وتخفيض سعر صرف اليوان الصيني. وما تنساش إن الصين أنشأت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2014 برأس مال وصل لحوالي 50 مليار دولار أمريكي، وبيضم أكثر من 35 دولة مساهمة، على فكرة مش من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية. ودي يمكن خطوة العالم كله فسرها على انها محاولة من الصين انها فعلا تحط بديل للبنك الدولي. وبعد كده بقى في خطوات كتيرة جدا عشان نحاول نوصل لاقتصاد عالمي متوازن، اهمهم اعلان تجمع البريكس اللي هنتكلم عنه النهارده. تجمع البريكس دوت اسسته يمكن 4 دول، البرازيل، روسيا والهند والصين في عام 2006، وانضمت لهم جنوب افريقيا 2001. ودي الدول اللي تعتبر صاحبة اسرع نمو اقتصادي في العالم، دول صاحبة اقتصادات ناشئة زي ما بيطلق عليها اقتصاديا، وفي طريقها ان هي تبقى دول متقدمة. هتقول لي روسيا والصين اقتصادات ناشئة؟ هقول لك ايوه، بالمعايير الاقتصادية تعتبر اقتصادات ناشئة، او زي ما بيقولوا عليها اخذة في النمو. خلينا نعرف بقى معلومات اكتر عن دول البريكس. البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا دول تقريبا بيمثلوا ربع الاقتصاد العالمي، وبيساهموا اكتر من حوالي نص النمو العالمي، وده طبقا لبيانات 2016. والدول دي بتنتج تقريبا 30% من احتياجات العالم من السلع والمنتجات، ده غير ان تعداد السكان بتاعهم حوالي 40% من التعداد العالمي. وطبعا ما تنساش ان دول البريكس عملت مبادرات كتيره لدعم التعاون ما بينها وما بين بعض في مجالات مختلفه، زي تاسيس بنك للتنميه براس مال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنميه في دول البريكس، ده غير السعي لاصدار عمله موحده على قرار اليورو لمواجهه الدولار الامريكي. الحرب الروسيه على اوكرانيا ترتب عليها مشاكل كبيره جدا على مستوى الاقتصاد العالمي، منها أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، ارتفاعات مستمرة في معدلات التضخم، وده دخل العالم كله في أزمة كبيرة. ده غير العقوبات الاقتصادية اللي فرضتها أمريكا والغرب على روسيا، ومن ضمنها تجميد 300 مليار دولار من العملات الأجنبية والذهب الروسي، لحد ما بقى الكل بيدفع ثمن العقوبات دي، حتى على فكرة أمريكا والغرب ذات نفسهم. وما تستغربش لما تعرف إن تجمع البريكس ما قدرش يقدم دعم معلن للموقف الروسي في الحرب دي، لكن بشكل غير معلن أو بشكل مستتر تقدر تقول ان في اكيد دعم من جانب الهند ومن جانب الصين لروسيا. والدعم دوت من خلال زياده معدلات التبادل التجاري مع روسيا، وزياده حصه استيرادهم من النفط الروسي، واللي بيعتبر سعره اقل بكتير من السعر العالمي. وعلى فكره ساعات بيستخدموه وجزء تاني بيتم بيعه لاوروبا من ناحيه تانيه. تحالف البريكس جاي وبقوه، والموضوع عمال بيكبر وبيخرج عن سيطره الغرب وامريكا، لحد ما انا بكلمك في حوالي 19 دوله بتسعى للانضمام للبريكس، من ضمنهم السعوديه وايران، واللي فعلا اعلنوا رسميا ان هم عاوزين ينضموا للبريكس. وفي دول تانية اكدت اهتمامها بالانضمام زي الارجنتين والامارات والجزائر ومصر والبحرين واندونيسيا. ويجي السؤال، هي مصر عايزه تنضم لتجمع البريكس ليه؟ بعد ما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، الاقتصاد المصري بدأ يواجه تحديات كبيرة وأزمات عنيفة كلنا يمكن شايفينها، ومنها
ارتفاع معدلات التضخم، واللي جزء منها طبعا تضخم مستورد يعني جاي لك من بره. ده غير كمان ارتفاع تكلفة الحصول على الغذاء، تكلفة الحصول على الطاقة، تراجع في سعر صرف الجنيه، مشاكل الاستيراد، وغيرها من التحديات اللي كلنا عارفينها. ولو انت مستني الاتحاد الاوروبي يساعدك فده بقى صعب، لانهم مشغولين بمشاكلهم واللي اهمها ملف الطاقة والتضخم. ولو انت مستني الولايات المتحدة الامريكية تساعدك فعندهم ازمة الدين وكمان معدلات التضخم، ودي مشاكل لسه برضه ما خلصتش. وخد عندك الكبيرة بقى، طبعا انت عارف ان المانيا دخلت رسميا في حالة ركود اقتصادي، وتوقعات المؤسسات الكبرى من ضمنها جي بي مورجان ان اوروبا وامريكا نفسها هيحصل لهم نوع من انواع الركود الفترة اللي جاية. يعني بمعنى بسيط، جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك عاوز تتعين. ومن هنا بدأ التفكير في الاستفادة من دول الشرق أو تجمع البريكس، اللي تقدر توفر لك كتير من السلع والخدمات اللي بتعتمد عليها في الاستيراد، وكمان تقدر تخفف شوية من الضغط على الدولار عنك، وده بالسماح بالتبادل بالعملات المحلية في المستقبل بين الدول الأعضاء. وكمان ما تنساش إدراج البنك المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن قائمة العملات الرسمية، وده غير إن دول تانية زي الصين والهند بتدرس إن هي تاخد نفس الخطوة مع مصر خلال الفترة اللي جاية. ولو حضرتك ما تعرفش احنا بنستورد ايه من روسيا والصين والهند، هتلاقي إن احنا بنستورد منهم النفط والقمح والحبوب وآلات ومعدات، أجهزة كهربائية والعربيات، الأقمشة. أيوة ما تستغربش، حتى الأقمشة بنستوردها من الصين يمكن وصل لحوالي 400 مليون دولار في 2021. طيب وهنستفيد ايه تاني من دول البريكس؟ أولا انضمام مصر للبريكس هيساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري ما بيننا وما بينهم، وغير حجم الاستثمارات والتجارة، وفرصة كبيرة للصادرات المصرية إن هي تزيد لدول البريكس. تاني حاجة دعم التنمية الصناعية من خلال الاستفادة من خبرة الدول الأعضاء في مجالات الصناعات الثقيلة والزراعة والتكنولوجيا وتحسين البنية التحتية وكمان الخدمات العامة، وكمان تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع الدول الأعضاء، تبادل الخبرات. وأخيرا وبشكل عام، عضوية مصر في مجموعة البريكس هتوفر فرص كبيرة جدا لتعزيز التعاون والتنمية في مصر وتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية. ولكن لو بتبص على الاقتصاد العالمي ككل علشان الصورة تبقى أوضح، هتلاقي إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 96.1 تريليون دولار في 2021، ومساهمة مجموعة الدول السبع الصناعية كانت حوالي 42.3 تريليون دولار، يعني بما يعادل 44% تقريبا. وعلى الناحية الثانية مساهمة دول البريكس كانت تقريبا 24.2 تريليون دولار، يعني تقدر تقول 25%. ولكن في العام الحالي وتحديدا في ابريل 2023 واضح جدا ان مجموعة البريكس تفوقت لأول مرة على مساهمة مجموعة السبع الصناعية، وده بحوالي يمكن 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 30.7% لمجموعة السبع الصناعية. وده يعرفك ان لسه صراع طويل على القمة والهيمنة الاقتصادية بين مجموعة السبع الصناعية ودول البريكس، او لو عاوز تقول امريكا والاتحاد الاوروبي من ناحية والصين والهند وروسيا من ناحية تانية. وخلينا نشوف بقى اللي هيحصل، والحرب الاقتصادية والسياسية الطاحنة هتودي العالم على فين. خلصت حلقتنا وكان معاكم علي الإدريسي وبرنامجكم الخبير الاقتصادي. سلام عليكم.